السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جاي لكم فيديو جديد وحاجة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الطحينة بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم بإذن الله. هنسمي باسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ المقادير والطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله. أنا معايا هنا دي كوباية سمسم، دي كوباية سمسم متحمص. معايا هنا كوباية دقيق، معايا كوباية زيت. لو عايزاها تبقى فاتحة شوية وبيضة يعني ممكن تحطي السمسم أبيض بس تشوحيه بس، يعني ياخد تقلبتين كده يسخن بس. لكن ده محمر، ده اللي عندي بصراحة. قلت لا استغل واعمله، لاني كده كده مركون عندي. قلت لا، قلت بدل ما هو مركون عندي، لا انا عندي دي وعندي الزيت والسمسم اعمله. الطحينه طبعا دلوقتي وصلت 100 جنيه، وممكن اكتر في اماكن، مش كل الاماكن زي بعضها. ان شاء الله دلوقتي هنبدا بقى نعمل ايه باذن الله. نسمي باسم الله. بسم الله. انا معايا السمسم اهو، انا هسخنه بس وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. ومعايا برضو هنا ملح، هنحتاج رشه ملح. هنروح على البوتاجاز مع بعض. انا معايا هنا السمسم اهو، طبعا ده متحمص، انا بس هدفيه بس اهو عشان ياخد ريحه السخونيه بس اهو. طبعا اول ما هيبتدي يطفى كده هنزل عليه بالدقيق. هحمص برضو الدقيق كده تحميصه خفيفه قوي، مش هخليها يعني تغمق. ما شاء الله يسخن بس، انا عايزاه يدفى بس عشان طبعا ايه برضو ايه من الركنه وكده. هو طبعا الحمد لله ملوش ريحه ولا اي حاجه، بس انا عايزه اديله ايه يعني خليه يسخن شويه كده، تحميصه بسيطه كده، مش هيحمص كمان. ما شاء الله هو زي ما انتم شايفينه، بسم الله ما شاء الله. بصوا هو لونه جميل ازاي وحلو اهو. هو متحمص بس مش متحمص لدرجه ان هو محروق يعني ولا كده. هنشوف بس سخن بيبتدي يدفى. طبعا انا هشوحه كده يسخن وهفضيه في حاجه واوريه لكم. السمسم سخن اهو، هفضيه بقى في حاجه واوريه لكم. انا شوحت اهو السمسم، هشوح برضو الدقيق كده ياخد له تشويحه بس كده ايه يسخن، يبقى حتى يبقى ليه طعم، يدي طعم حلو كده. زي مثلا ما بنيجي نعمل بشاميل كده بنشوحه مع السمنه، ده بس بنشوحه على الناشف، يدي التحميصه الحلوه كده للطحينه، يبقى كله شامم النار، على الاقل يبقى ايه يعيش عندك. الزيت كده مادة حافظة، والملح مادة حافظة، على اساس ان احنا مش هنقول يعني مثلا طب ما احنا ما سخناش الزيت، لا مش هنسخن الزيت، هو كده كده الزيت مادة حافظة. اللي تصق منها سودة يتهيألي ان في حاجة فيها. يسخن بس برضو، هو بيبتدي يسخن اهو ما شاء الله. انا طبعا مش هحمره، لا انا بس هديله تشويحة كده، اسخنه بس فيها عشان برضو لو في رطوبة ولا حاجة تطلع. لازم الحاجة يا جماعة اما تشم النار بتبقى حلوة بتعيش، حتى لو حط حاجة في الفريزر زي الخضار كده اما تيجي تفرزيه لازم تديله غلوة. انا بصراحة ما بعرفش اعمل الخضار من غير تفريز، لازم اديله غلوة، ما ينفعش اعصر عليه ليمون كده وخلاص، لا. بس كده الدقيق ابتدى هيحمر سنة اهو، خلاص كده انا هطفي عليه بس عشان يحمر من الجناب. هفضيه برضو واوريهولكم. السمسم اهو، اجيب بقى المطحنة وهطحنه. انا حطيته في المطحنة اهو، هطحنه بقى وارجع لكم. اهو يا جماعة انا بطحنه، انا حبيت اسمعكم الصوت بس اخلص واوريهولكم. انا خلصته خالص اهو، بقى عامل زي العجين اهو، ازاي اهو بودرة او عجين اهو، بص عامل ازاي. هفضيه واوريهولكم. طبعا ادي الدقيق اهو على السمسم زي ما انتم شايفينه اهو،
بعد ما حمصته طبعا الدقيق برضو اديته تحميصه كده او تشويحه اهو. كله هيتقلب في بعضه مع رشه ملح. رشه الملح دي طبعا سنه عن النبي عليه الصلاه والسلام وبتعادل الطعم. هجيب بقى الخلاط وهنضربه مع بعض وهننزل عليه الزيت حبه حبه من غطا الخلاط. انا قلبت اهو زي ما انتم شايفين حلو خالص اهو. قلبت الدقيق اهو وهضربه بقى ايه بالزيت حبه حبه، مش هنزل كله يعني اهو. ده الخلاط زي ما انتم شايفينه اهو. طبعا انا هحط حبه حبه علشان ما ياخدش مني مجهود في الخلاط اهو. اهو طبعا هبقى هفتح البوز بتاع الخلاط اهو اهو. ما شاء الله زي ما انتم شايفينه انا فاتحه البوز بتاع الخلاط اهو، وهنزل بس بالزيت زي ما انتم شايفين اهو حبه بس صغيره كده وهنشتغل اهو. طبعا لسه طبعا انا سد بايدي الغطا بتاع الخلاط. هنفتح نشوف كده عامل ايه اهو. طبعا زي ما انتم شايفينه بس طبعا لسه هيكمل. هو لسه كل ده ما عملش حاجه اهو. شايفينه لسه طبعا هيتقلب بالمعلقه وكده. هكمله بس اشوفه يعمل ايه. انا حطيت بقيه الدقيق اهو وهنزل بالزيت وهضرب. هننزل بقى بالزيت اهو. لو احتاج تاني هنديله عشان حسب، مش كل الكوبايات زي بعضها اهو يا جماعه. ما شاء الله شايفينه بسم الله ما شاء الله طحينه ازاي. لسه طبعا بقى هضرب فيها تاني اهي. طبعا دي غامقه زي ما انتم شايفين شويه، لا بس مش غامقه قوي. طبعا انت كده كده لما بتيجي تعملي طحينه بتحطي لها ميه مغليه بتعمليها بيها بتتخن بتفتح. طبعا لو عايزاها فاتحه ممكن تعمليها بسمسم زي ما قلت لك ما تحمصوهوش، او فول سوداني ما تحمصوهوش برضه اهو. تديله بس تشويحه على النار كده. هقلبه تاني واوريهولكم اهو يا جماعه. الصينيه شايفينها انا بضربها اهي يا جماعه زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله ما شاء الله اهي. شايفينها بسم الله ما شاء الله. لسه بضرب فيها برضو اهي ما شاء الله. اهم حاجه بتضربي السمسم قوي تطحنيه في قلب اللي هي بتاعه الخلاط المطحنه اهي. شايفين الطحينه بسم الله ما شاء الله. انا على فكره حطيت كم ربع كوبايه زيت تاني علشان كانت مش عايزه تتحرك اهو. حركتها بيه. لسه كل ما تقعد هتتقل على فكره. انا خلصتها خالص اهي اهي. شايفينها بسم الله ما شاء الله. بصوا اللون مش غامق ولا حاجه، جميله والله يعني حلوه زي الطحينه اللي بنجيبها من بره. عايزه بقى انت مثلا تعمليها فاتحه زي ما قلت لكم. ممكن تعمليها بالسمسم بالسمسم كده يعني تشوحيه بس. وفي ناس بيعملوها بسمسم وكوبايه سمسم وكوبايه سوداني وكوبايه دقيق وكوبايه زيت. انا حطيت هنا كوبايه زيت وكوبايه. بعد كده حطيت ربع كوبايه تاني زي ما قلت لكم. حطيت معلقتين دقيق تاني عشان ابقى بس صادقه معاكم. طبعا هنفضيها بقى في البطرمان واوريها لكم اهي. بسم الله ما شاء الله اهي. شايفينها بسم الله ما شاء الله اهي. طبعا لسه الباقي هينزل بقى. هنزله بالمعلقه واوريه لكم. انا عملتها بسم الله ما شاء الله. طبعا ده كيلو الا ربع. البطرمان ده بياخد كيلو. طبعا حاطه كوبايه دقيق وكوبايه سمسم وكوبايه زيت او كوبايه وربع زيت. طبعا ده حوالي بتاع كيلو الا ربع اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. ولسه طبعا هيتخن وهيتقل. لسه هيتقل تاني. انا حبيت بس اوريهولكوا اهو. بسم الله ما شاء الله. كيلو الا ربع طحينه لو هتجيبيه من بره ده ب75 جنيه. انت عاملاه من عندك كوبايه دقيق كوبايه سمسم كوبايه وربع زيت
وحسب برضو ما تجي يلف معاكي، والسمسم حطي الزيت برضو زي ما يلف معاكي حبة حبة. وان طبعا عايزة تضعف الكمية ضعفيها حسب ما انت عايزة، لو عايزة تضعفي الكمية ضعفيها. اهي بسم الله ما شاء الله، احلى طحينة واجمل طحينة، تحفة يا جماعة والله. اهي بسم الله ما شاء الله، اهي طحينة جميلة ما فيهاش اي حاجة، اهي ما شاء الله زي اهي زي اللي بنجيبها من بره ولا لا؟ اهي ما شاء الله، بصوا بسم الله ما شاء الله، تحفة والله يا جماعة ما شاء الله. يا رب الفيديو يعجبكم، عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احلى طحينة واجمل طحينة عملتها معاكم، تحفة يا جماعة والله، تحفة تحفة تحفة. اهي ما شاء الله تحفة بجد. ايه رأيكم بقى؟ انا مستنية تعليقاتكم، مستنية لايكاتكم. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايب المشاهدين. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.